اجى الجيش صار كلهم مظاهرة، صار يقصف من برا الضيعة بدون ما يفوت ولا أي تنبيه. صار يقصف قصف عشوائي، هو قطع شرطة، ايه قصف بالمدفعية، وهذا شي 500 منزل. لكن يعني أنا رح أسألك هلا أنت عم تقول في المسلحين ما أذوا حدي. كنتوا عايشين بأمان؟ كنتوا عايشين بأمان؟ كل حلفايا عايشين معهم نظامي، كلهم أنا وغيري عايشين نظامي. بس شلون كسروا لي؟ عم يقولوا لي كسروا بيوتها ما حد كسر بيوت، المسلحين ما كسروا بيوت، بس الجيش لما صار يقصف ب 300 منزل هو اللي دمر. من اللي خربوا حلفايا على رص صحابه، يعني اكثر من 20-30 بيت حريق، واكثر من 30 بيت هدمت. الله ستر ولطف انه ما في حد يحكي منا، يعني لا انذار بدون اي انذار بدون اي شيء. ترجع الحياة لطبيعتها اذا الله راح. هم الهواتف والكهرباء والمي يجيبوا لنا اياها ما بيشانهم كله مقطوع. شفنا عمال صيانة ان شاء الله تعالى هذا اللي بدنا اياه بس ان شاء الله الحياة بترجع لطبيعتها بكل احوالها، يعني بكل احوالها ان شاء الله تعالى هذا بدنا اياه بكل احوالها. يعني نحن عم نحكي الامن والامان لكل مواطن بكل ان شاء الله هذا طالبين. ليش الجيش والامن ما اعطونا انذار مسبق انه اخلوا المنطقه، اخلوا حلفايا، ترى بده يصير اشتباك بينه وبين المسلحين. والمسلحين هن من سوريا، بدنا كلياتنا نسخه النظام. ايوه وعساكر مشقه وجيش حر، ونحن بدنا نسخه نظام. الشعب ما له اي ذنب يعني.